بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. ان شاء الله النهاردة في الفيديو رقم 10 هتكلم عن البريمتيف وهنكتب اول كود لينا. اتفقنا المرة اللي فاتت ان البريمتيف دي اللي هي الداتا تايب اللي هي ايه، صحينا لقيناها ثابتة ما بتتغيرش، مش بنكونها ولا اي حاجة، لا هي ثابتة موجودة، مش معتمدة على لغة معينة او اي حاجة تانية. خلاص طيب، الاول خلينا نعمل موضوع الفي اس كود. انا قلت لك ان انت تحاول تنزل الفي اس كود والدارت والفلاتر والحاجات دي، عشان انا مش حابب ان انا اعملهم، عشان كل كمبيوتر بيكون وضع مختلف شويه. انت هتعمل سيرش، ولو قابلتك مشكله حلها، يعني ايه، اعمل برضو عن المشكله سيرش والكلام ده، لان انا مش حابب انزل فيديو والفيديو لما يبقى قديم ما يبقاش مفيد لحد يعني، فاهمني؟ طيب هتنزل الفي اس كود، هتيجي هنا عند الاكستنشن وتنزل الدارت وفلاتر. ادي الدارت، هتعمل سيرش هنا وتظهر معاك الدارت، تعمل لها انستول، وفلاتر اهي اعمل عنها سيرش برضو واعمل لها انستول. خلاص طيب، الخطوه اللي جايه تعمل ايه؟ بسيطه قوي، ممكن تيجي من هنا اهو وتعمل ايه، اوبن فولدر، خش على المكان اللي انت حابب تحط فيه الابلكيشن بتاعك فين، وتيجي هنا تعمل ايه، نيو فايل، انا هسميه فيرست بروجكت، وقلت له سيلكت الفولدر. هاجي هنا اهو الحته دي اعمل ليب، ده كده شغل بروفيشنال خليك فاهم يعني. وجوه الليب ده حط تيست، خد بالك دوت دارت دي هي اللي خلتني قادر ان انا اعمل ايه، اكتب كود خاص بالدارت. ممكن اغير الدوت دارت دي واخليها دوت بي واي مثلا، فده يعمل ايه ده يعمل معاك ايه، يخليك تكتب بايثون. فالصيغه اللي في الاخر دي زي ام بي 3 زي ام بي 4، الحاجات دي بتخليك ايه، تسمح لك تكتب حاجه معينه. خلاص حلو قوي، خلاص تعمل انتر هيفتح معاك بالشكل ده. تعال اقول لك على حاجه، بص انا هكتب ايه، مالكش دعوه باللي انا بكتبه ده دلوقتي، لكن خليني اشرح لك هو انا عملت ايه. ده كده المكان اللي هيبدا منه البروجكت. خلينا متاكدين او فاهمين ان اي ابلكيشن هو عباره عن مجموعه خطوات بنمشي عليها. عايزين نعرف اول خطوه فين، بتبدا من الفويد مين. خلاص دي مش صعبه، اي حاجه جوه هو هينفذها، اي حاجه بره مش هينفذها. خلاص طيب، احنا دلوقتي عايزين نعمل برنت لكلمه مثلا هلو. خلاص طيب، هلو دي الاول، برنت دي عشان اطبع حاجه في التيرمينال تحت. انا عايز اطبع حاجه هنا اهو، استخدم كلمه هلو، والدبل كوتيشن او السنجل كوتيشن هشرح لك كل تفاصيلهم واشرح لك كل انواعهم، لكن ايه، خليك معايا دلوقتي، خليك ايه معايا دلوقتي. بفتح قوسين بالشكل ده وبعدين بعمل دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن عشان اعمل القوسين الاول كنترول 9، وعشان اعمل السنجل كوتيشن او الدبل كوتيشن كنترول حرف الطاء. خلاص، واكتب جوه ايه اللي انا عايز اكتبه، هلو احمد محمد اللي انا نفسي فيه. خلاص، وبعمل رن عن طريق من هنا او من هنا، فاهمني؟ اداك هلو، فهمت الجزئيه دي؟ طيب لحد هنا انا وضحت لك الفويد مين بتعمل ايه، وضحت لك البرنت بتعمل ايه. تعالى بقى احنا نكمل اللي احنا بدأناه واللي احنا وقفنا عنده. بص يا سيدي، اتفقنا ان اي جملة بتتكون من 3 حاجات. انا عملت ازاي دي، عملت دي الشرطتين المايلين دول، او اللي هو اسمه كومنت، كنترول حرف الظاء اللي هو الظه، او علامتين اللي هما الكويستشن مارك، كنترول كويستشن مارك او كنترول حرف الظاء، هيعمل الكومنت ده. حلو قوي. طيب قلنا ان اي جمله تتكون من 3 حاجات، داتا تايب، تحت الداتا ادرس، وبعدين سيبك من دي طلعت غلط، وبعدين الداتا فاليو. طيب يبقى في الشكل النهائي في الاخر بيبقى عامل ازاي، داتا تايب وبعدين ادرس. خلاص، وبعدين ايكوال، حط لي الداتا فاليو وبعدين ايه، اقفل لي الجمله بتاعتك. حلو قوي. طيب
لو انا عايز اكتب حاجه فعلا هوريك هنكتبها ازاي، بس الاول قبل ما اكتب حاجه فعلا خلينا نفتكر احنا قلنا الانواع الداتا تايب هم ايه. قلنا ان احنا هنشتغل على نوع واحد بس اللي هو الايه حاليا يعني. النوع الاولاني اللي هو الايه البريميتيف داتا تايب، وهنشتغل منه على النوع بتاع النمبر، مش الانت، لا النمبر عموما، الارقام كلها. خلاص الارقام كلها هي شايله ايه، يا انتجر يا الا ايه دبل. تعالى ايوه او دبل بالشكل ده. طيب الانتجر ده اللي هو الايه الاعداد الصحيحه. تعالى نكتب كده قدامها ايه الاعداد. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان دي الاعداد الصحيحه اصلا، اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. استنى بس نكتب انت عشان ما ظبطتش معانا اهو. الاعداد الصحيحه. طيب الدبل دي بتشيل الاعداد العشريه او الكسريه. خلاص طيب تعالى نعمل ايه، واحده كده وواحده كده، واحده اعداد صحيحه وواحده اعداد إيه عشريه او كسريه. فكر بقى هنعمل ايه. قلنا داتا تايب الاول يبقى انت مثلا، مش احنا قلنا معلش انت. خلاص وبعدين الادرس ده اديله اسم براحتك، انا هديله اكس، قول ان هو بيساوي 7 واقفل ايه الجمله بتاعتي. حلو الكلام، حلو اوي الكلام ده. اديها واحده دبل نفس الموضوع، دبل ده الداتا تايب بتاعك اهو. ده الانت ده داتا تايب، معلش بيتعمل ليه، وده الدبل داتا تايب برضو، والاكس ده اللي هو الادرس، الواي الادرس، الفاليو. حلو قوي. تعال نعمل لهم برنت. هعمل برنت لايه، مره للاكس ومره للواي. هتقول لي هنا ليه ما استخدمتش الدبل كوتيشن، هعرفك المره اللي جايه انا امتى بستخدم الدبل كوتيشن وامتى لا والكلام ده كله. لكن انت خليك عارف النهارده ان الجمله بتتكون من داتا تايب، داتا ادرس، داتا فاليو، داتا تايب ادرس، وبعدين داتا فاليو. وقلنا ان البريمتيف دي شايله جواها النمبر، والنمبر شايله جواها الانت والدبل، ودي اشكالهم وبنعمل لهم برنت. لما نحب نعمل برنت بنعمل هنا اهو، بص طلع معاك 7 و7.5 مثلا. خلاص لحد هنا انا خلصت الفيديو. الفيديو اللي جاي هتكلم معاك اكتر عن حاجه اسمها الفاريبل ده هتكلم معاك عنه لازمته ايه او بنعمل بايه وازاي نكتبه صح. وبعدين الفيديو اللي بعده الفاريبل هنتكلم عن باقي الايه، باقي انواع الداتا تايب. جرب بنفسك الشغل، ما يعني ما تعتمدش ان انت خلاص الدنيا تمام، لا جرب بايدك احسن بحيث ان الموضوع يبقى ايه يعني قادر تشتغل عليه بشكل افضل. خلاص يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.